مفعول مش إعلان. هذا ما بنعرف عنه شيء. حمص البياضة 21/11/2011. الشهيد حسين المفرع الدريعي قتل في منطقة البياضة وهو كان في زيارة لأقاربه وهو سعودي الأصل يحمل الجنسية السعودية. أخي الكريم شو فينك تحكي لنا عن الشهيد؟ والله هذا الزلمه وقف الحاجز. هو هالزلمه وقف الحاجز. هو زياره الزلمه الجاي مر من حاجز سيارته، قام قال له هويتك، قالوا انا سعودي الاصل، قام سبوا الملك فهد ورشوا الزلمه، قالوا تفضل الله معك ورشوا الزلمه بالسياره. اخي الكريم حسين كان مع خالد الراجح. حسين لا ما كان مع خالد الراجح، لا ما كان حد. الزلمه وراء الحاجز زاير الزلمه، لا بيعرف خالد الراجح ولا بيعرف بشار الاسد. هو الزلمه الزلمه زاير جاي. شكرا لك اخي. حمص البياضة 21/11/2011. الشهيد أخي الكريم اسم الشهيد بس ومعلومات عنه شلون استشهاد. هذا شاب سعودي ايه عمره ما بيتجاوز 30 سنة. جاي زيارة لعند خواته هون. طيب اسمه حسين مفرع الخالدي. طيب حسين مفرع الخالدي جاي زيارة على حمص وعلى حي البياضة. البياضة منطقة ساخنة. كما جو الحاجز مكاتب السيارات اللي بحي البياضة، قال له منين انت؟ قال له من السعودية. قام سبوا العاهل السعودي لا حول ولا قوة، وقال له هاي المنطقة ساخنة ليش جاي لعنده، وأوسوه قوى الأمن والشبيحة. يعني تم شتم. هذا ملقب بالجربوع لأنه في له قرايب من هون ببيت الجربوع. يعني تم شتم. جاي زيارة الزلمة، تم شتم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين. يعني ليش هالتطاول على العاهل السعودي ما بنعرف. وهاي جواز السفر تبعه. حط لي على الاسم من بعد اذنك. هاي المملكي. طيب ماشي، لو تدينا اسم الشهيد على البطاقة. طيب هاي الشهيد واسمه ومعلوماته الكاملة، جنسية السعودية. جنسية السعودية. هاي الدخول تبعه، زلمة جاي نظامي بالطيران. هاي الدخول تبعه كمان مشان ما يقولوا انه جاي ارهابي الزلمة. والله هن الارهابيين. اكيد هذا الحكي ما اختلفنا. يعني هو كان يمارس فقط زيارة، يمارس غير الزيارة. زيارة حتى مصاري ما معه. لا حول. معه مصروف جيبته. طيب. زيارة أجرة جاي حتى ما بسيارة خاصة له منه. طيب شكرا كثير لك أخي الكريم، الله يعطيك العافية. وأثناء دخولنا إلى مقر العزاء كانت هذه المكالمة بين والد حسين وأتباع النظام السوري. لا ما يهاجم حواجز الجيش، احترمه. لا نخاف الله ولكن انتم ما تخافون الله لانكم ما تحترمون الضيوف. لا روح. هذا الحكومة الشبيحة. حسين الثاني ترتيبا بين أشقائه وشقيقاته الست درس الهندسة الميكانيكية في جامعة داربي البريطانية. متابعته للإعلام الرسمي السوري وما يبثه من تطمينات بشأن الوضع في سوريا جعلته فريسة لعناصر النظام بعدما توجه إلى حمص لمشاركة أقربائه فرحة عيد الأضحى. أعطاهم الجواز وأعطاهم التكت وإني أنا رجال جاي من بريطانيا مضي تالي العيد هنا وماشي، وهذا جوازي وهذا التكت حق الطائرة. الظاهر أساءوا الأدب على حكومته وأساءوا الأدب علي وأنكم أنتم عملاء يا الجامعة العربية من السوالف. ففورا اطلقوا عليه الرصاص عمدا وعلى صدره وعلى رجوله وعلى. في مقر العزاء تبدو الحركة طبيعية. الأقرباء والمعزون توافدوا حتى ساعة متأخرة من الليل. بعضهم تمكن من إخفاء حزنه في حين لم يتمكن آخرون. نحمل الحكومة السورية مسؤوليتهم بذلك، عندي دليل ان ولدي جاء سائح، لأن الجواز يثبت والدخوليته تثبت والباسبورت يثبت وكليته ببريطانيا تثبت الجامعة. فرحة العيد لحسين وأقربائه في سوريا حولتها عبثية القوات السورية الثائرة على شعبها لحزن يضاف إلى ضحايا سوريا ودول عربية أخرى.